فريق التجمع الوطني الأحرار المتدخل الأول السيد النائب المحترم السي محمد شفيق بن كيران في حدود 12 دقيقة و30 ثانية، والسي كمال محفوظ. يعني غتقسموا الوقت بيناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني التدخل باسم فريق التجمع الوطني الأحرار في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 83/21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو مشروع أولاه فريقنا عناية خاصة بالنظر لما سيكون له من أثر إيجابي على تجويد الخدمات العمومية لا سيما في مجالي الماء والكهرباء. وأود في البداية أن أنوه باسم فريق التجمع الوطني الأحرار بالأجواء الإيجابية التي سادت مناقشة هذا المشروع باللجنة الداخلية، وأيضا بالتجاوب الإيجابي للحكومة مع عدد من التعديلات المقدمة لتجويد هذا النص التشريعي البالغ الأهمية. سيد الوزير المحترم، لقد أيد فريقنا هذا المشروع وتعامل معه بإيجاب لقناعته بأننا في حاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتحسين تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية. ولن نبالغ إذا قلنا بأن هذا المشروع يشكل ثورة تشريعية بأبعاد استراتيجية، حيث يشكل أحد المداخل الكبرى لحماية الأمن المائي والطاقي للمغاربة الذي دعا إلى تحقيقهما جلالة الملك نصره الله خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية، عندما وجه جلالته السلطة التشريعية والتنفيذية إلى الأولوية التشريعية والتنظيمية لحماية السيادة الطاقية والمائية. وهو أمر لن يتحقق فقط بحجم الإنتاج، بل بالطرق الحديثة لتدبير الندرة والخصاص، الشيء الذي يتجسد في مشروع القانون الذي بين أيدينا اليوم. والأكيد أن حرص حكومة على إحالة هذا المشروع المصيري المتعلق بالتدبير الجهوي للماء والكهرباء بالتنسيق مع السلطات والمنتخبين والمسؤولين عن الشركات الجهوية هي رسالة واضحة تؤكد بأن هذا الملف يتموقع ضمن أولوية التدبير الحكومي، وتقديمه من طرف الحكومة اليوم يجسد الإرادة الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على الأمن المائي والطاقي للمغاربة. سيد الوزير المحترم، إننا اليوم في أمس الحاجة لمثل هذا المشروع ومثل هذه التجارب الرائدة في تدبير خدمات حيوية للدولة وابتعاد ما أمكن عن أسلوب المركزية المرفقية، كما أننا في أمس الحاجة لمسؤولين قادرين على إنجاح هذه المؤسسات العمومية التي ينص عليها المشروع، وعلى تجنيبها متاهات الديون ومستنقعات الأزمات المؤدية للإفلاس. لذلك السيد الوزير المحترم، نحن نؤكد في فريقنا على أن تنزيل هذا المشروع يحتاج إلى سياسة مواكبة ومصاحبة بشكل دائم ومنتظم لأداء هذه الشركات، بالنظر إلى أن استثمارات عمومية ضخمة ستخصص لهذا الورش الجهوي. ويبقى هاجسنا المشروع كمؤسسة تشريعية بعد المصادقة على القوانين هو التنزيل السليم لمضامينها، حيث أنه مهما بلغت قيمة القانون فإنه يبقى دون جدوى إذا لم يحقق الغايات والأهداف المتوخاة منه. وهنا لا بد من إثارة الانتباه إلى أنه لا ينبغي أن ترى هذه الشركات هي في هذا المرفق المفوض لها فقط مصدر ربح، بل ينبغي أن تنظر وتراعي أبعاده المختلفة، حيث أن التركيز على الربح فقط سيؤدي لا محالة إلى المساس بالمصالح والقدرة الشرائية للمواطنين. سيد الوزير المحترم، هناك سوء فهم كبير رافق هذا المشروع، وهو ما يحتاج إلى خطة تواصلية من أجل إبراز جوانبه الإيجابية وتوضيح أبعاده ومراميه، والتشديد على أنه مشروع قانون يحافظ على المكتسبات القانونية السابقة، إلى جانب أنه أخذ الوقت الكافي من أجل صياغته، وجاء بعد مشاورات موسعة مع مجموعة الفاعلين في المجتمع، وخصوصا الفرقاء الاجتماعيين المتواجدين بالقطاع. لذلك فالحاجة ملحة اليوم لمزيد من التعريف به لتبديد كافة المخاوف وتصحيح كل ما رافقه من مغالطات. ونتمين بهذه المناسبة حرص مشروع القانون الذي بين أيدينا على ضمان المكتسبات واستقرار كافة المستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع، وعدم المساس بحقوقهم التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل. وختاما السيد الوزير المحترم، تنبغي الإشارة إلى أن يتم تنزيل النص بمنطق اجتماعي وبعد عمومي
يحد من الارتفاع الصاروخي للفواتير حتى لا ندخل على المستهلك أكثر مما كانت عليه عند إسنادها لشركات أجنبية. ونتمنى أن تسهر وزارتكم المحترمة بتنسيق مع قطاعات أخرى على أداء هذه الشركات لكي تصون كرامة العاملين بها وتخفف على المستهلك الفواتير المرتفعة التي تثقل كاهلة، مع مراقبة أنشطتها وتتبع ذات شفافية قراراتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.